السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، أتمنى تكون بخير. في خبر اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية توجه صفعة جديدة للجزائر. قبل ما نبدأ لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة. تتعرض الجزائر لانتقادات من الولايات المتحدة بسبب فشلها في احترام الحد الأدنى من المعايير في مكافحة الاتجار بالبشر وعدم وجود جهود كافية لمكافحة هذه الظاهرة. وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي تم تقديمه من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكون يوم الخميس، يوضح أن الحكومة الجزائرية لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كافية لتحقيق ذلك. وقد راجع تصنيف الجزائر من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو أدنى مستوى وفقاً لتصنيف الولايات المتحدة. يشمل هذا التصنيف البلدان التي لا تبذل جهوداً جادة في مكافحة الاتجار بالبشر. وأدانت وزارة الخارجية التمييز الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة، على الرغم من أن هذه المخالفات تكون نتيجة مباشرة لوضعهم كضحايا للاتجار بالبشر. وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن الأسف أيضاً لتنفيذ السلطات الجزائرية إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، مما يجعل بعض الضحايا في هذه الفئة عن الإبلاغ عن تلك الجرائم أو طلب المساعدة اللازمة. وفي النهاية لا تنسى لايك والاشتراك، وشكراً كثير على دعمكم.